ازيكم يا شباب؟ معاكم مستر خالد مدرس الماس للمرحلة الإعدادية، والنهاردة هنراجع آخر ريفيجن اللي هي الريفيجن بتاعة ليلة الامتحان. هنحل مع بعض موديل 2 بتاع الجيومتري. حضرتك أول ما بتخش الامتحان بيجيلك ورقة فيها الأسئلة وكراسة إجابات. كراسة الإجابات بتاعتك بتبدأ تكتب فيها بياناتك، وتكتب اسمك، اسم المدرسة، رقم الجلوس. بعد كده هتقلب الكراسة وهتكتب في أول صفحة من ناحية الشمال. خلي بالك إن أول صفحة هتلاقيه مكتوب عليها كده بوستر كده في النص الصفحة بيقولك إن أنت ممنوع الكتابة في هذه الورقة، فأنت هتقلب الورقة وتكتب في الورقة اللي بعديها. حضرتك بقى عايزين نشوف كده مع بعض ايه طريقة تنظيم الورقة وطريقة ضبط الورقة، بحيث ان المصحح اللي يصحح لي الورقة يبقى فرحان منها، يبقى قاعد مش متضايق مش متقدر. اول حاجة طبعا انت مش هتكتب موديل 2 كده زي ما انا عامل، انا بوضح لك بس ان انت ايه الموديل اللي احنا بنحله موديل كام. ده موديل 2. هتكتب نمبر 1 تشوز زي ما انا كاتب هنا كده بالظبط. تمام. وتيجي على الجنب على اليمين سيب مساحة محترمة لنفسك، وتقوم شادد خط وكاتب كلمة درافت. ايه هو الدرافت؟ اللي تشوز والكومبليت يا جماعة مش مطلوب مننا ان احنا نحل بخطوات. طب ايه هو الدرافت ده بقى؟ الدرافت ده انا هعمل خطوات الاسئلة لو كان في اسئلة في اللي تشوز او الكومبليت محتاجة خطوات، هعمل هنا الدرافت. طيب هو الدرافت ده هيتصحح؟ ممكن يتصحح امتى؟ لو لقى عندي ان سؤال في اللي تشوز محلول غلط او ناقل الاجابه غلط، هنا في الحته دي كده ناقل انا الاجابه غلط، وممكن اكون عاملها هنا في الدرافت صح، فممكن في حاله زي كده المصحح يتعاطف معايا ويديني السؤال بتاعي صح. طيب في الاغلب شخبط في الدرافت بتاعك براحتك، اعمل اللي انت عايزه في الدرافت، مش هتفرق معاك في حاجه، لان هو كده كده الدرافت المفروض ان هو ما يتصححش او المفروض ما يتبصش فيه. ده بيبقى تعاطف من المدرس معاك يعني. تمام. نبدأ كده مع بعض أول سؤال ونشوف أول سؤال في موديل 2 بيقول لي إيه. بيقول لي the triangle which has three axes of symmetry is not a triangle. تعالوا نفتكر كده مع بعض كل واحد من الإجابات اللي قدامي. أول حاجة كده بيقول لي السكيلن تراينجل. إيه هو السكيلن تراينجل ده؟ السكيلن تراينجل يا شباب كان عبارة عن تراينجل كل السايدز فيه not equal. كل السايدز فيه مالها نوت ايكوال، لا في سايدز ايكوال ولا في انجل ايكوال. طب ده طبيعي كده يبقى عنده كام اكسس اوف سيمتري؟ ده طبيعي كده ما يبقاش عنده ولا اكسس اوف سيمتري. يبقى السكيلن تراينجل بكل بساطه ما عندوش ولا اكسس اوف سيمتري. طب الايسوسيلس تراينجل يا شباب كان ايه قصته في الحياه؟ الايسوسيلس تراينجل كان عنده تو سايدز ايكوال، السايد ده ايكوال السايد ده، والانجل دي ايكوال الانجل دي. كان عنده كام اكسس اوف سيمتري؟ 1 اكسس اوف سيمتري بيبقى نازل من النص كده. طيب الرايت انجل تراينجل ما عندوش ولا اكسس اوف سيمتري. يبقى لي اخر واحد اللي هو الايكولاترال فعلا كان عنده 3 اكسس اوف سيمتري. يبقى انا اول اجابه عندي اكتبها ازاي بقى؟ اقوم قايل دي ايكولاترال. تمام. انقل الاجابه كده. مستر ينفع اختار دي بس؟ لا يا حبيبي ما تختارش دي بس، اختار 1 دي والاجابه. مستر ينفع اكتب ايكولاترال بس؟ لا يا حبيبي ما ينفعش تكتب ايكولاترال بس، اختار التشويس بتاعك واختار الانسر بتاعتك. سؤال نمبر 2. The sum of the lenses of two sides in a triangle is not the length of the third side. دي كانت سيرم عندنا في يونت 5، اخر درس في يونت 5. بيقول لي لو انا هجمع two sides of a triangle طبيعي ان هو يكون greater than الثيرد سايد، وكان بتيجي مسائل كتيرة على الحتة دي. يبقى greater than الثيرد سايد. تمام. نخش على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه بيقول لي if the lenses of the two sides of isosceles triangle are 8 and 4 cm then the length of the third side is not. حلو السؤال ده. السؤال ده جمع ما بين حاجتين. اول حاجه هو بيكلمك في isosceles triangle، طبعا انت ورقتك هتبقى منظمه عن اللي انا عامله ده. تمام. انا بس عشان بحاول افهمك. اول حاجه الايسوسيلس تراينجل ده قلنا فيه ان تو سايدز ايكوال. تمام. طب هل اخلي التو سايدز اللي ايكوال عندي يبقى 8 و8 ولا يبقى 4 و4؟ دي اخدها بناء على ايه او احلها بناء على ايه؟ اقول لك تحلها بناء على ايه. انت عندك حل من الاثنين، يطلع لك السايد الثالث يا اما ب 4 يا اما ب 8. يعني السايد الثالث يا اما ب 4 يا اما ب 8. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ هعرف منين؟ اقول لك تعرف منين. تعال نجرب ال 4.
الفور دي عشان انا اعرف التلاتة سايدز اللي قدامي يقدروا يعملوا تراينجل ولا لا، كنا بناخد اصغر رقمين اللي هو الفور ده مع الفور ده نجمعهم على بعض، 4 بلس 4 8. هل طلعوا اكبر من السايد التالت؟ لا، دول طلعوا ايكوال للسايد التالت، تبقى الاربعة ما تنفعش، اللي هي كانت السيرم اللي في السؤال اللي قبليه. طيب تعالى ناخد ال8، ادي ال8 اهي. لو خدت ال8 مع ال4 اصغر رقمين، 8 بلس 4 12. هل ال 12 اكبر من ال8؟ اه، 12 اكبر من ال8، يبقى ال8 تنفع تكون الثيرد سايد. طب ليه يا مستر ما خدتش ال3 او خدت ال12؟ يا حبيب قلبي احنا قلنا ايسوسيلس يعني في تو سايدز ايكوال، يبقى ببساطة الاجابة بتاعتك هتكون بي اللي هي ب8. نكمل مع بعض سؤال نمبر 4. سؤال نمبر 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي in triangle ABC if measure angle B equal 130 then the longest side of it is نقط. طب حضرتك هتعمل ايه؟ كده المفروض هنا الورقة بتاعت الدرافت، تمام؟ طيب الورقة هنا بتاعت الدرافت، حضرتك هتروح على سؤال نمبر 4 ترسم triangle ABC. معلش يا شباب انا بعتذر على الصوت عشان البرد بس. ميجر انجل بي بكام؟ ميجر انجل بي ب 130 ديجري. طب مين اللي في وش انجل بي؟ اللي في وش انجل بي السايد الاي سي. طبيعي ان السايد الاي سي يكون هو اللونجست سايد. يا مستر انا عرفت منين الانجل دي بكام والانجل دي بكام؟ دي ب 130 صح؟ طب هو الصم بتاع الانجلز اوف ذا تراينجل بكام؟ ب 180. فطبيعي ان الانجل دي بلس الانجل دي تكون بكام؟ ب 50، لان 180 ماينس 130 تبقى ب 50. فطبيعي انها تكون دي صغيره ودي صغيره، تمام؟ فيبقى الاي سي هو اللونجست سايد. طبعا الرسمه دي ما تنفعش تبقى مرسومه بالمنظر ده لان دي انجل ب 130 يعني انجل اوبتيوس، فالسايد المفروض كان يبقى باصص الناحيه دي، تمام؟ طيب تبقى الاجابه بتاعتي ايه اللي هي نمبر 4؟ هتبقى بي اللي هو اي سي سايد. نكمل سؤال نمبر 5. سؤال نمبر 5 بيقول لي ان انا عندي triangle XYZ is isosceles triangle. triangle XYZ ماله isosceles triangle. طيب in which measure angle X equal 100. عايز اعرف measure angle Y. طب ما تروح ترسم حضرتك، ادي سؤال نمبر 5. برقم الاسئله هنا يا مستر في الدرافت، رقمها في الدرافت عشان لو غلطت في حاجه وكتبت الاجابه في الدرافت صح يبقى عارف ان الاجابه دي بتاعت انهي سؤال. طيب ادي triangle X Y Z. طيب عندي ميجر انجل اكس ب 100، هو ايسوسيلس، هعتبر ان السايد ده قد السايد ده، في مشكله؟ مفيش مشكله. يبقى حضرتك دي بكام ودي بكام؟ هتقوم قايل دي عباره عن 180 minus 100 over 2، تطلع لك الاجابه بكام؟ 180 minus 100 تطلع لك ب 80، 80 divided 2 تطلع لك ب 40. تبقى الانجل دي ب 40 والانجل دي ب 40 ديجري. طب الانجل دي ب 40 والانجل دي ب 40، هو عايز ايه بقى؟ عايز ميجر انجل واي، فطبيعي ميجر انجل واي اللي تبقى الاجابه بتاعتها دي اللي هي بكام؟ ب 40 ديجري، تمام؟ طبعا زي ما قلت لك اكتر من مره انت خطك هيبقى منظم عندي عشان انا بس بكتب على تابلت، فممكن يبقى الخط مش منظم شويه. السؤال نمبر 6. سؤال نمبر 6 بيقول لي ايه؟ عايز انجل اكس بلس انجل واي. طب هي فين انجل اكس بلس انجل واي؟ ادي انجل اكس وادي انجل واي، دي اكستيريور انجل. طيب انا هحل السؤال ده بطريقتين. اول طريقه هفرض ان انا عندي ان الانجل اللي جوه دي هسميها علامه استفهام. في مشكله؟ اسمي الانجل الحته الصغيره دي علامه استفهام، واسمي الانجل التانية دي بستار. اديت لهم رموز عشان اقدر اشتغل عليهم. طب تعالوا نشوف كده الاكس مع بعض ايكوال لكام. هي الاكستيريور انجل كانت ايكوال لمين؟ ايكوال للصم بتاع التو انجلز اللي جوه التريانجل، بس واحده مش اللي جنبها، يعني دي لا، يعني الستار دي ما تنفعش. يبقى الاكس ايكوال علامه الاستفهام بلس 100. تمام. تعالوا نشوف الواي. الواي ايكوال مين؟ الواي هتبقى ايكوال الستار بلس ال 100. طب اسال سؤال، هي علامة الاستفهام بلس الستار دي الاتنين مع بعض ايكوال لكام؟ ايكوال 80. يا مستر ازاي ايكوال 80؟ يا حبيب قلبي مش ده تراينجل والانجل دي ب 100؟ طب ما طالما دي ب 100 يبقى دي بلس دي ايكوال 180 ماينس 100 يبقى ايكوال كام؟
equal 80 degree. هو عايز مين؟ عايز x plus y، يبقى هو عايز x plus y. تعالوا نجمع x plus y مع بعض. ادي علامة الاستفهام بلس علامة الستار بلس 100. ثانية واحدة أنا آسف. بلس 100 بلس 100. أول حاجة تعالوا نجمع الأرقام مع بعض. 100 100 يبقى 200. مش احنا قلنا بقى إن علامة الاستفهام والستار مع بعض equal ل 80؟ يبقى بلس 80. يطلع لك إن الإكس بلس واي equal كام؟ equal 280، اللي هي الإجابة نمبر دي. يبقى سؤال نمبر 6 الإجابة دي ب 280. بصراحة يا مستر الطريقة بتاعت حضرتك دي معقدة وانا مش فاهم منها حاجة. مفيش اي مشكلة، تعال اشرح لك بطريقة تانية. تعالوا نشوف طريقة تانية. اسأل سؤال، هي مش الانجل دي كلها على بعضها، الانجل دي كده كلها على بعضها ب 180؟ يعني الاكس بلس دي ب 180 صح؟ ودي كلها على بعضها ب 180. طب تعالوا نشوف 180 بلس 180 ايكوال لكام؟ 180 بلس 180 equal 360. طيب كلام جميل. ثانية واحدة معلش. يبقى 180 بلس 180 ب 360. طيب هو أنا عايز دي كلها، عايز دي كلها، ولا أنا عايز دي كلها ما عدا الحتة اللي جوه دي والحتة اللي جوه دي؟ طب هي الحتة اللي جوه زائد الحتة اللي جوه بكام؟ ب 80. يبقى 360 ماينس ال 80 تطلع لي equal 280. حضرتك عندك طريقتين، ادي طريقة وادي التاني طريقة. شوف الطريقة الاسهل ليك وحل بيها. نكمل مع بعض السؤال نمبر 2 اللي هو الكومبليت. طيب تعالوا بقى نحاول ننظم ورقتنا هنا كده شوية. يعني احاول اتعامل كأن دي ورقة الامتحان ونحاول ننظمها شوية. سؤال نمبر 2 في الكومبليت اللي تشوز خلص الورقة تقلبها. يا مستر الورقة لسه فيها مساحة، بعد إذن حضرتك اقلب الورقة. كل سؤال في ورقة. أول ما بتدخل بتعد عدد الأوراق بتاع كراسة الإجابات وتوزع عدد الأسئلة على عدد الأوراق. مستر يعني أنا آخد نمبر 1 هنا اللي هو نمبر 1 في الكومبليت في ورقة و2 لا يا حبيبي، يعني أنا قصدي سؤال الكومبليت كله على بعضه في ورقة، سؤال اللي تشوز كله على بعضه في ورقة. طيب هكتب سؤال نمبر 2 في الكومبليت كده واعمل بوكس كده على نمبر 2 واكتب كومبليت. مستر البوكس ده مش ممكن يتعمل لي ان انا كده كأني بعمل علامة مميزة للمصحح؟ لا يا حبيبي مفيش حاجة اسمها كده. انت بتعمل زي ما هو معمول لك في السؤال. لو كان معمول براكت اعمل براكت. سطرت طبعا تحت كومبليت، سطر تحت كومبليت. وتعالى على شمال الصفحة سيب لك مساحة محترمة ومنزل بخط مستقيم طبعا كل حاجة بالمسطرة، ونكتب كلمة درافت. هو كومبليت كمان اعمل فيه درافت؟ كومبليت كمان اعمل فيه درافت. طيب نشوف اول سؤال. بيقول لي if the measure of an angle in a right angle triangle is 45 degree then the triangle is. طيب هو ايه triangle ده؟ triangle عندي right، اول حاجة هو right angle triangle تمام، ودي ب 45، فطبيعي ان دي تكون بكام؟ ب 45 زيها. طب دي ب 45 ودي ب 45، ما هو ده كده بقى isosceles triangle، يعني السايد ده قد السايد ده، يبقى ده اسمه ايه؟ isosceles. تكتب isosceles بس تبقى غلطت. isosceles ايه؟ isosceles right angle triangle. يبقى هو اسمه ايه؟ isosceles right angle triangle. تمام، ننزل تحت عشان نكمل. سؤال نمبر 2. سؤال نمبر 2 بيقول لي ايه؟ the length of any side in a triangle نقط the sum of the lengths of the two other side. السيرم اللي جات لي فوق في اللي تشوز. اللينس بتاع side in a triangle هيبقى ماله بالsum of the lenses of the other two side. يعني انت عندك هيجمع تو سايد، السايد التالت ماله لازم يكون للزان. للزان بس كده يا مستر؟ ما احنا قلنا بقى السيرم كانت بتقول لي ايه؟ ان السم بتاع اللينسز of any two sides of a triangle is greater than the third side. هو جابها لك بالعكس، يبقى تعكس معاها. طيب سؤال نمبر 3 في الكومبليت. سؤال نمبر 3 في الكومبليت بيقول لي عندي ان AB congruent ل XY. AB line segment congruent ل XY. طب لما يبقى AB congruent ل XY دي معناها ان ال AB هيبقى equal مين؟ اكيد ال AB هيبقى equal ال XY. يعني مش محتاجة. يعني ايه ال AB هيبقى equal XY؟ معناها ان اللينس بتاع AB هيبقى equal لللينس بتاع XY.
ما هما كونجرانت لبعض يعني ايه؟ يعني اللينس بتاعهم ايكوال لبعض. ولو عندي انجل كونجرانت الانجل معناها ان الميجر بتاع الانجل ايكوال الميجر بتاع الانجل. بيقول لي عندي in triangle ABC if measure angle A equal 30 measure angle B equal 90 degree then BC equal نقط AC. تعالوا نرسم مع بعض كده يا شباب ونشوف الكلام ده ايه اصلا، ايه اللي هو بيقوله ده. طيب دلوقتي انا عندي سؤال نمبر 4 في الدرافت هنا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي right angle triangle اهو كده، تمام. عندي ميجر ادي A وادي B وادي C، تمام. بيقول لي ان انا عندي ميجر انجل A ب 30، ادي انجل A ب 30، تمام. عايز يعرف البي سي ايه علاقته بالاي سي. مش احنا عندنا سيرم كانت دايما بتقول السيرم ايه اللي في وش السيرتي هاف الهايبوتنس. مين الهايبوتنس عندي؟ الاي سي. فطبيعي ان البي سي، اكتبها له بقى كامله ما تكتبش هاف بس، البي سي ايكوال هاف اي سي. طب لو كتبت هاف بس عادي برضه مفيش مشكله، بس انا بقول لك الاحسن يعني. سؤال نمبر 5 بيقول لك the axis of symmetry of a line segment is the straight line which ايه بقى at its midpoint. ادي عندي line segment، تمام، وادي عندي axis of symmetry، ماشي. طيب مش الاكسس اوف سيمتري ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه في اللاين سيجمنت؟ ها، intersect at its midpoint. يعني ايه؟ يعني بيتقابل مع اللاين سيجمنت في الميد بوينت. يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة؟ intersect، تمام. كلام جميل. مستر الكومبليت بتاعي خلص؟ الكومبليت بتاعك خلص. بعد اذن حضرتك تقلب الصفحة وتحل سؤال نمبر 3 في صفحة جديدة. يلا يا شباب نكمل مع بعض سؤال نمبر 3A. انا كل اللي عملته بس ان انا قطعت السؤال من الموديل وحطيته عندي في النوت عشان اعرف اشتغل. هاجي طبعا في الورقة رقم 3 اقوم كاتب سؤال نمبر 3A. طبعا مش هنقل رأس السؤال ولا هنقل اي حاجة، انا هبدأ احل على طول. بيقول لي سؤال نمبر 3A in triangle ABC AB equal 7 سنتيمتر BC equal 5 سنتيمتر وال AC equal 6 سنتيمتر. قبل ما تكمل السؤال بعد اذن حضرتك روح ارسم. ايه المشكلة لما ترسم؟ تمام. ادي تراينجل A B C. عندي ال AB بتاعي ايكوال كام؟ انا اسف، خلينا نعدل كده ال A دي. ادي A. عندي ال A بتاعتي بكام؟ ال AB عندي ب 7 سنتيمتر وال BC عندي ب 5 سنتيمتر وال AC عندي ب 6 سنتيمتر. طب تعالوا نكمل. ادي الرسمة بتاعتي. طب انا مطلوب مني احل بسنس وزيرفور. طب هو كان عايز ايه يا مستر اصلا في السؤال؟ عايز تعمل arrange ascending للميجر بتاع الانجلز. طيب اعملها ازاي؟ ما احنا قايلين بقى السيرم قالت ايه؟ الانجل الكبيرة في وش السايد الكبير، الانجل الصغيرة في وش السايد الصغير. يبقى سنس ان انا عندي مين اصغر سايد؟ هو الرينج اسcending يعني من الصغير للكبير. السي بي اصغر سايد، بعد كده وراه الاي سي، وراه الاي بي. تمام، كلام جميل. يبقى زيرفور تعالوا بقى ناخد كل انجل. يبقى زيرفور حضرتك مين اللي في وش السايد السي بي؟ انجل اي، يبقى ميجر انجل اي. مين اللي في وش السايد الاي سي؟ ادي الاي سي في وشه انجل بي، يبقى ميجر انجل بي. مين اللي في وش السايد الاي بي؟ ميجر انجل سي، وهي كده كده الوحيده اللي متبقيه. ادي كده ميجر انجل سي. كده السؤال خلص. السؤال خلص. بعد اذن حضرتك هتنزل في نص الصفحه وتشد خط، تمام. في نص الصفحه كده تشد خط، تمام. بعد كده نروح نحل مع بعض سؤال نمبر 3B. سؤال نمبر 3B. 3B بيقول لي ان انا عندي ABC is a right angle triangle، ال D is midpoint of AC وال E is midpoint of BC وال AC equal 9 سنتيمتر، تمام. عايز اللينس بتاع ال BD، عايز اللينس بتاع كل حاجة من الآخر. أول حاجة أنا عندي إن ال AC ده كله على بعضه بكام؟ ب 9 سنتيمتر.
لو خدت بالك ان ده رايت انجل تراينجل ودي 30، اللي في وش ال 30 هاف الهايبوتنس، يبقى ال AB هاف ال 9. هاف ال 9 بكام؟ 4.5. انا كل اللي انا بعمله ايه؟ ان انا بظبط المسألة بتاعتي قبل ما احل. طيب هنا 9 وهنا 4.5، لو عايز اجيب السايد السي بي، اجيب السايد السي بي ازاي؟ سهلة وبسيطة. عشان حضرتك تقدر تجيب السايد السي بي، هتجيبه عن طريق ان هو بايثاغورس ثيرم، اللي هو 9 باور 2 ماينس 4.5 باور 2، هيطلع لك طول السايد السي بي. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض كده، هو عايز مين السايد؟ هو عايز السايد البي دي. ادي السايد بي دي ده ميديان، صح؟ اه البي دي ده ميديان. عايز السايد البي ام، تمام، يعني هو عايز جزء من الميديان. وعايز طول السايد الاي بي، تمام. طب تعالوا نروح نكتب بقى سنس وزيرفور بتاعتنا. سنس وزيرفور، اول حاجه هكتب سنس ان triangle ABC is right at B، اللي هي اول سطر اصلا من السؤال انا خدته بسنس. طب بعد كده اعمل ايه؟ سنس ان measure angle C equal 30 degree. طيب كلام جميل. يبقى therefore حضرتك ان ال AB equal half ال AC equal كام؟ ال AC عندي ب 9، يبقى half multiply 9 تطلع 4.5 سنتيمتر. طب هل انا كده جبت حاجة؟ اه حضرتك جبت ال AB، ادي اول حاجة او اخر حاجة هو كان عايزها، حضرتك قدرت تجيبها. طيب اسأل سؤال، مش البي دي ده ميديان طالع من الرايت انجل تراينجل، وقاسم الاي دي جزء، قاسم الاي سي لاي دي ايكوال للدي سي؟ تعالى نكتب الكلام ده بسنس وزيرفور. هتقوم قايل سنس ان السي دي ايكوال لمين؟ ايكوال الاي دي. يعني السي دي ده الحته دي قد الحته دي، هو اللي قالك، انت ما جبتش حاجه من عندك، تمام. زيرفور ايه؟ زيرفور حضرتك وسنس ان البي دي از ميديان. ماله بقى ميديان منين؟ ميديان فروم انجل بي، فروم انجل بي اللي هي ايكوال ل 90 ديجري. طيب كلام جميل. يبقى ايه حضرتك؟ يبقى البي دي ايكوال هاف الهايبوتنس هو كمان. طب يا مستر هي دي كانت سيرم؟ اه والله كانت سيرم، ان الميديان اللي طالع من الانجل ال 90 وقسم الهايبوتنس نصين هيبقى ايكوال الهاف الهايبوتنس. يبقى البي دي ايكوال هاف الاي سي ايكوال كام؟ ايكوال 4.5 سنتيمتر. طيب انا كده جبت مين؟ جبت الاي بي وجبت البي دي. هو عايز مين؟ عايز البي ام. طيب اكمل. انا عندي ان السي اي ايكوال للاي بي، يبقى معنى كده ان الاي اي از ا ميديان. هو الميديان لازم ينزل يقسم السايد نصين؟ اه طبعا. يبقى هتكتب سنس مين ايكوال لمين؟ سنس ان السي اي ايكوال الاي بي. يبقى سنس ان السي اي ايكوال الاي بي، يبقى therefore ايه؟ therefore حضرتك therefore ان ال AE is a median. يبقى therefore ان ال AE is a median. طيب طالما ال AE is a median، ايه اللي عندي هستفيد منها؟ ايه هستفيد؟ ان بوينت M بوينت اوف concurrence. طب دي انا اكتبها ازاي؟ هكتب since ان ال AE intersect مع ال BD at point M. يبقى since ان ال AE intersect مع البوينت بي ايه بي دي، هيبقى intersect مع البوينت دي equal M. يعني انا بعرفه ان البوينت M دي بوينت اوف concurrence. يبقى therefore ايه بقى حضرتك؟ تعالى بقى اشوف therefore الحتة اللي بتلخبطكوا.
هو حضرتك البي ام ده الحتة الكبيرة ولا الحتة الصغيرة من الميديان؟ البي ام ده الحتة الكبيرة من الميديان. هيبقى البي ام ده ايكوال كام من طول الميديان الكامل؟ هيبقى البي ام هيبقى ايكوال 2 over 3 من البي دي. تمام، يعني ايكوال كام؟ 2 over 3 multiply 4.5 اللي هي هتطلع لك بكام؟ هتطلع لك في الاخر ب 3 سنتيمتر. كده انا جبت كل حاجه. جبت كل حاجه. حليت سؤال نمبر 3A و 3B في نفس الصفحه. بعد اذن حضرتك اقلب الصفحه وهنحل سؤال نمبر 4A و 4B في صفحه جديده. قلبنا الصفحه، هنروح لصفحه جديده نكتب فيها سؤال نمبر 4A ونبدا نحل. تعالوا نقرا السؤال مع بعض. بيقول لك ان انت عندك ميجر انجل ABC equal ميجر انجل BDE equal 90 degree. دي ب 90 ودي ب 90، يبقى انا شغال على تو تراينجل 90. اول حاجه لو خدت بالك ان في تراينجل دي بي اي ان انجل اي ب 30 ديجري، يبقى الدي بي هاف البي اي. طب تعالوا نكتب بقى الكلام ده، انت مش استفدت حاجه، هو على طول عينك جابتها. تعالى نكتب. يبقى ان اول حاجه كده خليك منظم، ان تراينجل دي بي اي since ايه بقى حضرتك؟ since ان تراينجل دي بي اي is right عند مين؟ right at D. طيب كلام جميل زي ما كتبنا في السؤال اللي فات بالظبط. طيب وسنس ان measure angle E equal 30 degree. طب حلو، measure angle E ب 30 degree. استفيد بقى ب therefore ان دي بي equal half ال EB. يبقى حضرتك كل ما تشوف معلومة تفيدك روح اكتب. يا مستر انا البروف بالنسبة لي صعب، ما عشان حضرتك عايز تحل المسألة على طول من مرة واحدة. امسك نقطة نقطة في السؤال، طلع عليها معلومة بسنس وزيرفور. تاني حاجة تعالوا نروح مع بعض للترينجل اي بي سي. ترينجل اي بي سي عندي رايت انجل ات انجل بي، وعندي ان الاي دي ايكوال الدي سي. تعالوا نكتب الكلام ده بسنس. مستر انا هستفيد بيه ايه؟ يا عم ما تكتب، انت خسران ايه؟ يا اخي انت حتى لو مش عارف تحل السؤال خد درجات. in triangle ABC since in triangle ABC is right. هو right فين بقى؟ right at B. طيب كلام جميل، نكمل. هو قال لك ان ال AD equal ال DC، يبقى هتكتب since ان ال AD equal لل DC. كلام جميل وزي الفل. طالما ال AD equal ال DC، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هكتشف ان ال BD ميديان، وكمان هو ميديان خارج من ال 90 ديجري. يبقى therefore ان ال BD is median. تمام، from right angle. ده ميديان خارج منين؟ من الرايت انجل. طيب كلام جميل وزي الفل. طب انا كده خلصت. انا كده خلصت كل المعلومات اللي عندي. تمام، ما عنديش حاجة تاني. هو عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت ان ال AC equal ال BE. تعالى كده راجع البروف بتاعي. انا قلت ان ال DB equal half ال AB. قلت مين؟ ان ال DB equal half ال AB. انا هعمل عليها 1. ليه يا مستر؟ هفهمك دلوقتي، اصبر. الدي بي ماله هاف الاي بي، ولقيت ان البي دي ماله برضو هو ميديان. غير ان هو ميديان انا نسيت اكتب حاجه، ميديان خارج من ال 90، يبقى البي دي ماله ايكوال هاف الاي سي. يبقى زيرفور انا نسيت اكتبها دي، يبقى زيرفور ان البي دي ايكوال هاف الاي سي، وهعمل على دي 2. هعمل على دي 2. تعالى كده نشوف 1 و 2. البي دي او الدي بي بيساوي هاف الاي بي، وهو
البي دي بيساوي هاف الاي سي، هكتبهم لك كده تحت بعض اهو يا سيدي. from 1 and 2. حضرتك مش مطلوب منك تكتب الحته اللي انا هكتبها دلوقتي، انا بس بوضحها لك. انت هتكتب from 1 و 2 وتستنتج على طول. البي دي equal half الاي سي، تمام. والدي بي اللي هو البي دي، الدي بي ايكوال مين بقى؟ ايكوال هاف مين؟ هاف مين؟ الدي بي ايكوال هاف الاي بي. حلو. هو حضرتك مش ملاحظ حاجه؟ نفس الحاجه ايكوال لنفس الحاجه، يبقى بالتالي لازم يكونوا دول ايكوال لبعض. طيب دول ايكوال لبعض تكتبها ازاي؟ يبقى therefore ان هاف الاي سي ايكوال هاف الاي بي. طب هو هاف يمين وهاف شمال، طب ما الهاف دي تطير مع الهاف دي، يبقى لك ان الاي سي ايكوال الاي بي. تعالى كده نشوف هو كان عايز ايه في المسألة. كان عايز يثبت ان الاي سي ايكوال البي اي. طب ما انا ثبتها اهي خلاص. يبقى حضرتك البروف اللي عامل لك مشكلة تمشي فيه خطوة خطوة، استنتج حاجة حاجة، تلاقي نفسك الموضوع ظبط معاك والموضوع بقى سهل وجميل. لكن هتقعد تقول هو انا امشي ازاي، هو انا اعمل ايه؟ يا ابني كل حاجة تشوفها قدامك طلع منها سنس وزيرفور، تلاقي الموضوع بتاعك بقى سهل. سؤال نمبر 4 بي، عايز يثبت ان الاي سي اكبر من البي سي. اول حاجه كده انا عايزك تبقى ولد لماح. تبقى لماح ازاي؟ ادي عندك اهو حرف زد، تمام. لو دي بسيرتي تبقى دي زيها بسيرتي، كلام جميل. طب دي بسيرتي تبقى دي بكام؟ 30 و70 يبقى 100، تبقى دي ب 80 ديجري. جت منين يا ابني؟ مش ده تراينجل؟ طيب انا جبت دي ب 30 وجبت دي ب 80، يبقى ببساطة حضرتك حليت المسألة. هو عايز يثبت ان الاي سي اكبر من البي سي، الاي سي في وش انجل 80، البي سي في وش انجل 70، المسألة خلصت. طب تعالى بقى نكتب البروف والخطوات بتاعتنا. قلت لك بقى البروف ما فيهوش مشكلة، امسك حتة حتة. انت اول حاجة لقيت ان الاي دي ماله؟ بارلل للبي سي، تمام. قمت قايل therefore measure angle DAC equal measure angle ACB. الاتنين equal كام؟ equal 30 degree. طب وسنس ان measure angle A، ما ينفعش بقى تقولها measure angle A، measure angle CAB equal 70 degree، وان measure angle ACB equal كام؟ equal 30 degree. ايه اللي therefore هلاقي ان measure angle B بتاعتي therefore ان measure angle B هتبقى equal 180 minus 70 plus 30 اللي هي بكام؟ 70 و 30 100، 180 minus 100 تطلع لك ب 80 degree، تمام. طيب هو عايز ايه؟ عايز يثبت ان الاي سي اكبر من البي سي. يبقى سنس ان ميجر انجل مين اللي في وش الاي سي؟ اللي في وش الاي سي ميجر انجل بي. يبقى حضرتك سنس ان ميجر انجل بي مالها بقى؟ ميجر انجل بي دي ميجر انجل بي جريتر ذان ميجر انجل كام؟ جريتر ذان مين اللي في وش البي سي؟ ميجر انجل سي اي بي. طالما الانجل دي اكبر من الانجل دي، يبقى السايد اللي في وش الانجل دي هيبقى اكبر من السايد اللي في وش الانجل دي، اللي هو حضرتك اللي هو عايزه. يبقى therefore ان ال AC greater than انهي سايد؟ greater than ال BC سايد. سؤال سهل ما خدش 3 4 خطوات بالظبط وكان محلول، تمام. نخش على السؤال اللي بعديه، سؤال نمبر 5. احنا خلصنا سؤال نمبر 4. زي ما اتعودت اقلب الصفحة واروح احل في صفحة جديدة. سؤال نمبر 5 ايه؟ بيقول لي complete if the measure of two angles of a triangle are different then their greater in measure is opposite to. السؤال ده اتكرر في امتحانين اللي هو موديل 1
بتاع كتاب المدرسة وموديل 2 اللي احنا بنحله. يبقى حضرتك تخلي بالك من السؤال ده. بيقول لك ايه؟ ان انا عندي two angles in a triangle are different in measure. يبقى الجريتر in measure هتبقى قدام مين؟ opposite to مين؟ opposite to the longest. the longest مين؟ الضلع الاطول. the longest side. السايد اللي اللينس بتاعه اكبر من التاني. كده السؤال خلص يا مستر؟ اه السؤال خلص. بص يا عم الهدية اللي مدينها لك، سؤال تافه اهو بدرجات. طيب تعال نخش السؤال اللي بعديه. عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت ان اكس واي. فين اكس واي؟ اهي الاكس اهي. عايز يثبت ان اكس واي اكبر من واي زد. احنا قلنا بقى مش هنقرا الاسئله كده، احنا بنشوف الجيفن بتاعي واطلع عليه سنس وزيرفور. يبقى سنس، طبعا حضرتك ما تلزقش السؤالين في بعض، اعمل مساحه ما بينهم في نص الصفحه كده. سنس ان الاي بي ماله؟ بارلل للاكس واي. تاني حاجة، طالما ال AB بارلل للإكس واي حضرتك هتقدر تستفيد؟ هتستفيد. تستفيد ايه بقى؟ تستفيد ان الانجل BAY هتبقى ايكوال لانجل AYX. يبقى therefore ان انجل BAY، في حد يكتب الانجل كده؟ ان ميجر انجل BAY equal measure angle مين؟ تعالوا ما نشوف كده مع بعض. equal measure angle AYX. طيب كلام جميل. انا كده استفدت حاجة، اللي هم ايه؟ حرف الزد اللي هم اسمهم مع بعض. تعالوا كده نفتكر اسمهم alternate angle. الاحسن ان انت تكتبها ما بين براكت كده. طب انا لو نسيتها عادي مفيش مشكلة، بس الاحسن ان انت تكتبها. دول alternate angles. هو عايز يثبت ايه اصلا؟ عايز يثبت ان الاكس زد، هو الاكس زد ده فين؟ الاكس زد ده في وش الانجل دي كلها اكبر من الواي زد. الواي زد ده فين؟ ادي الواي زد. الواي زد في وش الانجل دي. طيب كلام جميل. تاني حاجة هقدر استفيدها من الباراليل، ان عندي الانجل دي ايكوال للانجل دي. ازاي؟ اسمهم كورسبوندينج انجل. طب تعالى كده نشوف. يبقى therefore حضرتك ان ميجر انجل ZAB equal measure angle مين؟ تعال اما نشوف. equal measure angle X. طب اشمعنى X قريتها بحرف واحد؟ ما هي مش محتاجة اصلا X اقراها بحرفين، لان X عبارة عن انجل واحدة مش مقسومة جزئين. equal measure angle X، ودول ما بين براكت اسمهم corresponding angles. اسمهم ايه؟ corresponding angles. طيب كلام جميل. تعال نشوف بقى هو عايز ايه. تمام، تعال نشوف كده مع بعض هو عايز ايه. اول حاجة يا استاذي العزيز، ان انت عندك الانجل دي ايكوال لدي. يعني دي ايكوال لدي. طيب ودي ايكوال لدي. يعني بمعنى اصح اقدر استنتج من الحتتين دول ان الانجل اكس ايكوال ميجر انجل اي واي اكس. تقدر تستنتج كده؟ تقدر تستنتج كده. طيب احنا هنستنتج كده ازاي؟ حضرتك ناقص لك حتة صغيرة، تقول ان سنس ان ميجر انجل زد اي بي ايكوال لميجر انجل بي اي واي، هنستنتج من التلاتة دول ان ده ايكوال لده. تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي. يبقى هكتب سنس ان ميجر انجل زد اي بي ايكوال لميجر انجل، ايكوال ميجر انجل مين؟ تعالوا كده نشوف. زد اي بي ايكوال ميجر انجل بي اي واي، ايكوال ميجر انجل بي اي واي. وادي دي كده نمبر كام؟ ادي دي كده نمبر 3. طيب يبقى احنا عندنا اول حاجة دي 1، وادي دي 2، وادي دي 3. طيب تعالوا نلاحظ كده من 1 و2 و3. من 1 و2 و3 هلاقي ان البي اي واي اتكررت هنا اهي،
فهتتشال مع البي اي واي من هنا، وهتتشال الزد اي بي من هنا مع الزد اي بي من هنا، فيطلع لك مين؟ ان ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل اي واي اكس. تمام. طب اكتبها له ازاي؟ هتكتب له from 1 2 and 3. from 1 و 2 and 3. احنا شطبنا مين مع بعض؟ شطبنا البي اي واي مع البي اي واي، الزد اي بي مع الزد اي بي، طلع لي ان ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل اي واي اكس. يبقى therefore ان ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل مين؟ اي واي اكس. تعالى كده نشوف اللي احنا جبناه ده. احنا ثبتنا مين؟ ثبتنا ان انجل اكس اللي هي دي ايكوال ميجر انجل اي واي اكس اللي هي الجزء ده. تمام. طيب كلام جميل قوي. طالما انا عندي ان ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل اي واي اكس، طيب تعالى كده حضرتك نشوف. يبقى لك ان ميجر انجل واي، هي ميجر انجل واي دي اصلا ايكوال لمين؟ since ان ميجر انجل واي equal measure angle AYX plus measure angle مين؟ measure angle Y كانت بتساوي measure angle AYX plus measure angle BYA plus measure angle BYA. طيب أسأل سؤال، مش measure angle AYX دي هياها بتساوي measure angle X؟ يبقى حضرتك من حقك ان انت تقول therefore ان measure angle Y equal measure angle X plus measure angle BYA. طيب بعد ما قلت كده اسأل سؤال، مش measure angle Y equal measure angle X plus حتة؟ طب ما هو طبيعي ان measure angle Y يطلع greater than measure angle X. طب ولو measure angle Y greater than measure angle X، therefore ايه اللي يطلع؟ ان السايد بتاعك اللي هو XZ يطلع greater than ال YZ عشان ده اللي في وش الانجل Y. يبقى therefore ان ال XZ هيطلع greater than ال ZY، مثلا greater than ال YZ او ال ZY مش هتفرق. تمام. طيب حضرتك كده خلصت الموديل. المفروض ان حضرتك تكون حليت الامتحانات بتاعة المعاصر اللي هي المحافظات، وبعد كده تحل موديل 1 بتاع كتاب المدرسة وموديل 2 بتاع كتاب المدرسة بعد ما تسمع الفيديو ده. وحضرتك مطلوب منك برضو ان انت تنام بدري عشان يكون تركيزك معاك تاني يوم في الامتحان. ربنا يوفقكم كلكم يا شباب، وان شاء الله هيكون في برضو فاينل ريفيجن للالجبرا.